الشيخة مهرة أجمل بنات حاكم دبي الشيخ محمد، كانت زوجة الأحلام للعديد من الشيوخ العرب لسنوات عديدة. في عام 2023 تزوجت من ابن عمها الشيخ مانع في حفل زفاف فاخر جذب انتباه العالم بأسره. بدت الزوجان دائما في حب علني ورزقا بابنة جميلة، ومع ذلك قبل أيام قليلة صدمت الشيخة مهرة الجميع بإعلان طلاقها عبر منشور على انستغرام. ماذا حدث بالضبط بينهما؟ ما السبب الحقيقي وراء طلاقهما المفاجئ؟ شاهدوا الفيديو الكامل لمعرفة المزيد. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والضغط على أيقونة الجرس لتلقي الإشعارات عند تحميل فيديو جديد. هيا نبدأ. حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو واحد من أغنى وأقوى الأشخاص في العالم بثروة تقدر ب15 مليار دولار. الشيخ محمد لديه عائلة كبيرة، حيث تزوج 6 مرات وأنجب ما لا يقل عن 30 طفلا من نساء مختلفات، ومع ذلك قلة من أطفاله يعيشون حياة علنية. إحدى بناته الشيخة مهرة حصلت على هذا الشرف. الشيخة مهرة فريدة بين النساء في الإمارات العربية المتحدة لأنها لا ترتدي الحجاب وتحب ارتداء الملابس الزاهية الملونة. أسلوبها يمزج بشكل مثالي بين الاحتشام العربي التقليدي والأناقة الأوروبية، هذا لأن والدتها زوي جاروس من أصل يوناني. قصة تعرف زوي على حاكم دبي غامضة. المعروف فقط أنهم تزوجوا في عام 1993، ولكن زواجهما كان قصير الأمد. أنجبا مهرة في شتاء عام 1994. وفقا للشائعات، خصص الشيخ محمد لزوي 90 مليون دولار اشترت بها منزلا في لندن، حيث عاشت مع ابنتها حتى بلوغ مهرة سن الرشد. منذ عام 2009 تعيش الشيخة مهرة في دبي. على الرغم من أن والدها رجل صارم جدا، إلا أنها منحت حرية أكبر من أي من أطفاله الآخرين. تحضر كثيرا من المناسبات العامة وتستمتع بالظهور. تكتب الصحف والمجلات عنها كثيرا، ولديها مدونة انستغرام شهيرة حيث تشارك صورها. الشيخة مهرة لديها قاعدة جماهيرية كبيرة بسبب جمالها اللافت. في عام 2020 تم تضمينها في قائمة أجمل 10 نساء مسلمات في العالم من قبل مجلة فيل غاب المرموقة. لسنوات عديدة حلم الرجال العرب الأثرياء بالزواج منها، ولكن تلك الأحلام تبددت في عام 2023 عندما وجد والدها لها زوجا مناسبا، الشيخ مانع آل مكتوم، ابن عمها وعضو في العائلة المالكة في دبي. الشيخ مانع هو رجل أعمال ناجح، يملك بعض أكبر الشركات التجارية والتكنولوجية والتنموية التي تعمل داخل الإمارات وخارجها. بجانب ملفه الناجح والمتنوع، يبدو الشيخ مانع مغامرا، كما يظهر على ملفه الشخصي على انستغرام. هو والشيخة مهرة بديا كأنهما لديهما الكثير من القواسم المشتركة، كلاهما شاب وجذاب جدا، لديهما حياة اجتماعية نشطة، ويشتركان في حب الحيوانات والرياضات الفروسية. كانا يبدوان كزوج مثالي. أعلن الزوجان خطبتهما في مارس 2023، وفي أبريل أقاما حفل توقيع عقد زواجهما وفقا للعادات الإسلامية. بعد ذلك أقام حفل زفاف فاخر في دبي في يونيو 2023. حرص الشيخ محمد على أن يكون زفاف ابنته لا ينسى لسنوات قادمة. أقيم الاحتفال في مركز التجارة العالمي في دبي بحضور حشد ضخم من المدعوين. ارتدت العروس فستانا مستوحى من الطراز اليوناني برقبة مفتوحة. تركت شعرها منسدلا بشكل جميل وزينت تسريحتها بطرحة من التول المطرز. بالنسبة للمجوهرات، ارتدت سوارا من الألماس وخواتما من الألماس وساعة من الألماس من شوبرج، مما أضاف لمسة من البهاء والرقي إلى مظهرها. بدت مهرة كملكة حقيقية أمام زوجها الذي ظهر في الحفل بالزي العربي التقليدي. بعد الزفاف مباشرة
سافر الزوجان الملكيان إلى الجزر اليونانية لقضاء شهر العسل. أظهرت سلسلة من الصور من رحلتهم الرومانسية أنهما يتجولان في الشوارع ويستمتعان بركوب الجيت سكي. بعد 5 أشهر من الزواج، أعلن الزوجان أنهما يتوقعان طفلا. رحب الزوجان بابنتهما في مايو 2024 وسماها مهرة مثل والدتها. أعربت الشيخة مهرة عن سعادتها بأن تصبح أمّة، وصفة ذلك بأنه تجربتها الأكثر تذكرا. التقطت الصور أيضا الشيخ مانع وهو يحمل ابنتهما حديثة الولادة برفق. رآهم الجميع كزوج مثالي يبدوان في حب كبير. ومع ذلك، بعد شهرين فقط من ولادة ابنتهما، صدمت الشيخة مهرة العالم بإعلان طلاقها من زوجها على انستغرام. كتبت: عزيزي الزوج، بينما أنت مشغول برفقة أخرى، أعلن هنا طلاقنا. أطلقك وأطلقك. احرص على نفسك. زوجتك السابقة. لم تكتف الشيخة مهرة بإعلان قرارها، بل حذفت أيضا جميع الصور مع الشيخ مانع وألغت متابعته في نفس اليوم، وهو فعل الشيء نفسه. هذا جعل الجميع يتساءلون عما قد أدى إلى هذا القرار الجذري. وفقا لبعض الشائعات، اكتشفت الشيخة مهرة أن زوجها يخونها مع امرأة أخرى. بطبيعة الحال، كانت غاضبة جدا. زعمت بعض المصادر أنه أراد أن يتخذ هذه المرأة كزوجة ثانية، حيث يمكن للرجال المسلمين أن يكون لديهم حتى 4 زوجات في وقت واحد. ولكن الشيخة مهرة لم تستطع تحمل فكرة مشاركة زوجها وطالبت بالطلاق فورا. أثارت الأميرة تكهنات حول زواجها المضطرب قبل أكثر من شهر عندما نشرت صورة لابنتها مع التعليق: فقط نحن الاثنتين. حصل منشور طلاقها على الكثير من الدعم من الناس في جميع أنحاء العالم الذين وجدوا في خطوتها قوة للمرأة ذات مكانتها لاتخاذ مثل هذه الخطوة الجريئة. منشور الأميرة أثار صدمة في الإمارات، حيث زعم الكثيرون أن الرسالة لابد أنها نتيجة اختراق حساب مهرة. ومع ذلك، بما أنها قد نشرت للتو صورة مع ابنتها، تأكد أن منشور الطلاق كان حقيقيا. لم تكن مهرة أولى بنات الشيخ محمد اللاتي أعلنوا عن عدم سعادتهن بحياتهن في دبي. حاولت 2 من شقيقاتها، الشيخة لطيفة والشيخة شمسة، الهروب، لكنهن أمسكن وأعدن إلى دبي وسجن. وصفت الشيخة لطيفة والدها بأنه مجرم كبير واتهمته بسجن النساء المتمردات قبل أن تهرب من دبي. منشور الشيخة مهرة الصريح والمواجهة صورها كشخصية شجاعة وصريحة لا تخشى مواجهة زوجها علنا. بأخذها مثل هذه القضية الشخصية إلى منصة عامة، أظهرت جانبا حديثا وجريئا من الملكية يتردد صداه مع الكثيرين. إذا كنت في مكان مهرة، هل كنت ستفعل الشيء نفسه؟ شارك أفكارك في التعليقات.